90% من الناس فاكرة إن برامج أدوبي لازم تدفع لها اشتراك من أول يوم عشان تستخدم برامجها، ولكن في طريقة قانونية تخليك تستخدم برامجها من غير أي مخاطرة ومن غير كراك ومن غير فلوس. الحقها قبل ما تتقف. أنا حسن شامة، لو ديت أول مرة تشوفنا على القناة أعلمك التصاميم خطوة بخطوة عشان توصل من الصفر للاحتراف. خلينا نخش في الموضوع على طول. لكن قبل ما أوريك الخطوات ديت لازم أوضح نقطة مهمة. الطريقة دي مش ثغرة ومش كراك ومش موقع مجهول، دي طريقة رسمية 100% موجودة في موقع أدوبي بنفسه. هنضغط على اللينك تحت أسفل الفيديو، هيفتح لنا الجروب بتاع التليجرام ده. تمام، هنضغط على لينك الاشتراك من هنا. تمام، نعمل اوبن، نفتح لنا الصفحة دي. بعد ما فتحنا اللينك التليجرام نضغط هنا نو ثانكس. بعد كده هنكتب الجيميل بتاعنا، بس ما نكونش سجلنا بيه قبل كده. تمام، بعد كده هنضغط كونتينيو. هنكتب البيانات بتاع الكريدت كارد او الديبت كارد بتاعتنا. تمام، هجري and subscription. بعد كده هيفتح لنا الصفحة اللي احنا كده. تمام، هتيجي عند الصفحة دي. تمام، بعد كده هنيجي على تحميل بقى الأدوبي كرياتيف كلاود، هتضغط عليه سيف. بعد ما تحمله هتسطبه، هتستنى لحد ما يخلص تنزيل ويفتح معاك بالشكل اللي قدامك ده. تضغط على اب، أو بعد ما يفتح معاك بالشكل ده هتضغط على أي برنامج انت عايزه وتعمل له انستول. بس كده يبقى كده معاك اشتراك أدوبي، كافة برامج أدوبي كرياتيف كلاود. تمام، لمدة 4 شهور حتى 17 أكتوبر 2026. ستار تجريبي حتى 17 أكتوبر 2026، تخطى سنويا مدفوعة مسبقا. وبالمناسبة ديت، لو انت لسه مصمم مبتدئ أنصحك تستغل الفترة بتاعة ال4 شهور دول وما تضيعهمش في مشاهدة فيديوهات عشوائية. ركز على أساسيات التصميم، الفوتوشوب، مشاريع عملية. وده بالضبط اللي احنا هنشتغله على جرافيك ليك. لو الفيديو ده فادك اشترك في القناة وفعل زر الجرس، لأن الفترة الجاية هنزل سلسلة كاملة لتعلم التصميم من الصفر للناس المبتدئين. ولو الطريقة ما اشتغلتش معاك اكتب لي تحت في التعليق الطريقة اشتغلت معاك ولا لأ. سلام.